بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل تتبيله فراخ جميله جدا وطعمه قوي بتطعم الفراخ. معانا فرخه زي ما حضراتكم شفتوا كده، غسلتها كويس جدا ونقعتها في الليمون والملح وشلت منها كل الزفاره وبقت جميله جدا، ملهاش اي ريحه، نظيفه، بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. طبعا اخدت قطع الفراخ في صينيه، حطيتها رصيتها بالشكل ده. طبعا ودلوقتي هنعمل لها الخلطه الرهيبه اللي هتديها طعم جميل جدا. هي الخلطه عباره عن بصلايه كبيره او 2 صغيرين وسط كده، بنقطعهم. طبعا وحبتين طماطم او حبايه كبيره، فلفل رومي، ممكن نحط سبايسي تبع راحتنا وتبع ما احنا حابين، عايزين ايه الاكل مشطشط ولا طعمه معقول. لو في اطفال طبعا مش هينفع نحط حاجه مشطشطه، فطبعا بالشكل ده طبعا قطعتهم وهنزل بيهم في الكبه معايا الخضار اللي حضراتكم شايفينه كده. طبعا هحطهم في كبه زي كده، ممكن نحط فصين توم، مفيش مشكله، بس انا ما كانش عندي توم متوفر، فكده احنا نستكفي بالخضار ده. طبعا معانا النهارده برضو مستردة، هنحط شويه مستردة كده مع الخضار. معانا برضو حبتين كاتشب، برضو هننزل بشويه كاتشب زي كده، لان الكاتشب طبعا بيديها لون وبيخلي الفراخ تحسها ان هي مشوية فعلا، بيعزز لونها يعني. فانا نزلت بشوية كاتشب حلوين كده بالشكل ده. ومعايا طبعا البهارات بتاعتي، طبعا هنحط الجنزبيل والقرفة مع بعض، ومعلقة كاري، معلقة كركم، دي كلها حاجات طبعا جميلة جدا. ملح، فلفل، كمون، طبعا الحاجات دي كلها بتطعم وتدي نكهة لذيذة جدا في خلطة الفراخ، وكلهم كده هيتفرموا معايا في الكبة. طبعا لازم اطحنهم كويس جدا وانعمهم عشان الفراخ تشرب منهم كويس. طبعا انا ما بحطش دهون كتيرة معايا، لان انا بستكفي بالدهون اللي هتنزل من الفرخة على اساس ان هي تبقى صحية ومفيدة. طبعا ده لون طعام جل صحي ما منوش اي ضرر، انا نزلت بنقطتين كده عشان اعزز اللون. بس برضو حاسة ان اللون لسه شوية، انا محتاجة اديها لون اكتر من كده. فطبعا انا هنزل بشوية تاني من اللون الصحي اللي هو جل الطعام ده، على اساس ان انا محتاجة لون اكتر من كده. طبعا ولازم ياخدوا لفة معايا في الكبة على اساس ان كلهم يتجانسوا مع بعض ويدوني لون جميل. اهو حضراتكم شايفين اللون بقى حلو قوي كده، تمام. طبعا انا هنزل كده على الفراخ بالخلطة الجميلة دي، ريحتها رهيبة وشكلها جميل جدا. وطبعا انا هشرب بيها الفراخ، هسيبها لمدة ساعة او ساعتين في التلاجة. كل ما قعدت شوية كل ما بقت احلى واحلى. وطبعا معروف عصير الليمون حلو قوي 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 مع الفراخ، بيشيل منه اي زفارة. فكده تمام قوي الخلطة، الفراخ شربت منها كويس قوي. وطبعا كده تمام، انا هطلع بيهم على التلاجة ساعتين وادخلهم الفرن على درجة حرارة 200، من تحت شوية ومن فوق شوية. طبعا وانا هنا هعمل برضو رز صحي وجميل. معايا معلقة سمنة، معايا شوية زيت، ودي بصلة طبعا انا مقطعاها نزلت بيها فوق السمنة والزيت. هنقلب شوية يا دوب بس تصفر. ده عود قرفة برضو عشان نطعم الاكل معانا، وبرضو الكركم مفيد قوي في اكلاتنا وصحي. طبعا معلقة شاي كده صغيرة كركم، معلقة برضو بهارات وكاري، الحاجات دي كلها جميلة جدا وصحية. طبعا ملح وفلفل،
فهنا طبعا دي البهارات اللي احنا هنطعم بيها الرز بتاعنا. طبعا هنا نزلنا بكل البهارات بتاعتنا مع البصل مع عود القرفة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يا دوب تقليبتين اتنين بس البصلة تبدأ تعسل شوية. ما نحاولش نغير لونها، يعني هتبقى واخدة لون مصفر بسيط جدا. انا كده على النار معايا طبعا دول شوية بسلة انا نزلت بيهم. طبعا دي بسلة متفرزة معايا في الفريزر. نزلت بيهم برضو مع البصل والتوابل، وبرضو هقلبهم شوية على اساس يشربوا من بعض. وكمان معايا معلقة كبيرة صلصة، كلهم كده على بعض. وهفضل اشتغل في التقليب شوية لحد التلج تقريبا ما يدوب من البسلة، وتبدأ البسلة تلين معايا مع البصل مع كل البهارات الجميلة دي. وانا غسلة الرز طبعا ومصفياه كويس قوي. هنزل بيه دلوقتي مع الخضار والبصل والتوابل الجميلة، وهنقلب شوية طبعا. وبعد كده هنزوده بمية، يا ريت تكون مية مغلية على اساس ان الرز ما يعجنش معايا. فانا هنا حاطه ميه بتغلي، نزلت بالميه فوق الرز طبعا لغايه ما استكفي. طبعا بنغطي الرز كويس قوي بس مش قوي طبعا عشان ما يعجنش معانا. وطبعا هنظبط له الملح بتاعه هيبقى مناسب ونقلب. هي الميه بتغلي طبيعي مش محتاج وقت. فانا مجرد ما قلبت كده هغطي وابدا اوطي النار اهديها شويه عشان الرز يستوي براحته. شايفين حضراتكم الجمال؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الفراخ جميله قوي ولونها لذيذ قوي وطعمها حكايه. والرز اهو حضراتكم فلفل وجميل وطعم قوي ومغذي وصحي. والفراخ مستويه ودايبه وطبعا شاربه من التتبيله الجميله ولونها لذيذ قوي وطعمها ألذ. فيا ريت حضراتكم تجربوها والف هنا وشفا اللي جرب. وطبعا ما تنسونيش اختكم حبيبتكم في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ودمتم في رعايه الله، وان شاء الله هيوصلكم كل جديد باذن الله. ونلتقي على خير يا رب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والى اللقاء في رعايه الله.